مساء الفل، مساء الجمال، مساء الحلويات على احلى ناس. اهلا بيكم في فيديو جديد مع محمد تغيمي قناه تغيمي ديزاينز. النهارده موضوعنا موضوع شيق ونعرض تقيل، جايين نتكلم لما تحب تعمل نفسك ايور وتسترخص في التشطيبات. دي النتائج دي هتحصل معاك حبه تريكات وحبه بلاوي سودا كده، جاي اقول لك ايه النتيجه اللي هتظهر. اذا كان مهندس ولا اذا كان مقاول ولا اذا كان صنايعي ولا اذا كان ايا كان الفئه اللي هتشتغل معاها، لازم تبقى فاهم انت بتعمل ايه مقابل ايه. فعشان الفكره دي دايما عملاء كتيره وفخ يعني او مصيده ناس كتير قوي بتقع فيها. لما بتيجي تسترخص في حاجه زي كده او تيجي تكلفه بدون درايه، برضه في حته تانية، في ناس بتدفع فلوس بس عن عدم درايه، عن عدم تكلفه للحاجه دي كلها، ويبقى دافع فلوس كتيره جدا برضه ويقع في نفس الفخ. فهي الفكره يعني بالانس او ما بين الاثنين، الحاجتين اللي يبقى هم فيهم نفس المشكله. طب عشان نفادي المشكله دي من احدى المشاريع عندنا ومن احدى الحاجات اللي احنا اشتغلنا بيها. جينا فكينا الجبسون بورد كله بكل المراحل، بكل اللي كان موجود في الشقه. يعني هو لو كان قاسي يخربها او يعمل لوحه تعبيريه مش هيعرف يعمل حاجه كده، ولا فني تشكيلي ولا الكلام ده كله. زي ما انتم شايفين كده، ده كل ده الجبسون بورد اللي وقع، الريسبشن ده كل ده دي خامات واقعه في الارض. تعالوا نبص مع بعض كده ايه، نشوف بقيه المراحل. ده الريسبشن كان موجود بدليل ان كان عندي حبه حاجات اهي، كل دي مكان المسامير والصاج والجبسون بورد اللي كان راكب، نتيجه فيها وقعت لان عدم الالتزام بالوزنه، عدم الالتزام بطريقه الالتزام بالحمايه بتاعت السقف، عدم الالتزام بكل عناصر التركيب واسس الصناعه، ما كانش ملتزم بيها بكل الطرق. تعال نشوف برضو بقيه المراحل اللي عندنا ايه. كان في حبه مشاكل. الشيب عندي كان في ليفلات، ما كانش محترم الشيب ولا كان محترم الليفلات بتاعت الايه، وزنات السقف. تعال نخش نشوف برضو بقيه النقط الثانيه معانا هنا. هنا اهو احنا هنبتدي نجهز الشغل. تعال نبص كده يا هندسه، في حاجه من الحاجات اللي برضو الحته بتاعت التالت كليب. التالت كليب يعني مفيش حاجه اسمها حته ليب، المفروض يبقى ليها شحطه او دوار او حاجه وزن، برضه من ضمن الحاجات اللي لازم نتكلم عنها. السقف زي ما انتم شايفين كده العصب مش موزون، يعني النتيجه بتاعته هتلاقيها بلح، مفيش اي تجهيز ولا في اي حاجه من العناصر بتاعتنا او الوزنه بتاعتنا. لازم نحترم الشرب او الوزنه ونبتدي نبني عليها الجسم. بعد ما نبني عليها الجسم نبتدي ناسس الموضوع بتاعنا يبقى ماشي ازاي. هنشوف برضو اوضه من الاوض اللي اتعملت 4 أو 5 مرات. 4 أو 5 مرات. تعالوا معايا كده هندسه تشوف ايه السقف. كل ده بتكسير من الريسبشن، من اوضه المعيشه. كل ده اتكسر ونزل عشان مفيش تجهيز صح، مفيش ترتيب صح، مفيش تاسيس صح، مفيش وزنه صح. الاتياش بتنزل بتقع من السقف، الوزنه بتلف، حاجات كتير قوي من ضمن العيوب والمشاكل اللي بتبتدي تظهر لنا وتبين معانا الافكار دي كلها. زي ما انتم شايفين احنا ابتدينا نكسر وابتدينا نعمل الحاجات دي كلها. في تشريخات وشروخ ابتدت تظهر، برضه هنبتدي نعالجها. ده فكره من الحاجات اللي احنا بنشتغل عليها. تعالوا نبص برضه بقيه المشروع معانا هنا. رمينا سي هنا اهو بالشكل بتاعنا، بس يعني حتى ابسط حاجه هات كده فوقيك يا هندسه اللاين مش مستقيم، تحس ان اللاين واخد كورس كده. فليه؟ يعني لازم يبقى ستريت لاين يبقى ماشي معاك. تعالوا نكمل هنا كده. دي حاجه ولسه هتتفك، يعني دي اوضه من الاول ولسه هتتفك، لان هتلاقي السقف بتاعها. تعالوا نبص بصه كده مع بعض. مفيش سقف بيقعد يلعب كده، والشطرات دي والعيوب دي والتفاصيل دي ده كده غلط، دي كده غلط، علاقه دي هنا غلط، كل الحاجات دي العلاقات دي غلط، كل النسب وبيوت النور دي معموله غلط. فكل الحاجات دي كلها هتظهر معانا حبه عيوب، حبه حاجات كتير قوي هتبقى فاضحه معانا القصه دي ماشيه ازاي. تعالى نشوف برضو حته من اوض النوم اللي الجبسون بورد بتاعها، يعني خلينا على السقفيه كده. بص الجبسون بورد معمول على ظهره او على عكسه، مش متظبط، فانت الكلام ده كله ملوش تجهيز فغلط. الوزنه، الشرب، حته خضراء، حته تقطيع، فكل الحاجات دي مأثره معايا في الشكل. كل الحاجات دي بتدي نتائج غير مرضيه. تعالوا نبص على الحته برضه بيت النور هنا، تلاقي الوزن بتاعته مش تمام. تعالوا نشوف هنا برضه الفكره دي، يعني مفيش سقف يعمل معايا كده. تعالوا نشوف هنا برضه اهو نفس القصه. فكل دي مشاكل بتقابلنا، وكل دي حبه تريكات لازم تخلي بالك منها. خلي بالك منها ليه؟ عشان انا جاي اقول لك الفكره دي كانت معايا كده.
جاي اقول لك خلي بالك منها عشان دي عيوب بتقع فيها، مش عشان الماده. في ناس كتير بتدفع فلوس بس النتيجه بتبقى غير مرضيه. احنا هو ده عنوان الفيديو، ان انت لو دفعت حاجه ففي ناس لما يسترخص، في ناس بقى بتدفع بس بعدم درايه. فانت اختار الراجل اللي عنده درايه وعنده توعيه للموضوع وعنده ثقافه ان يبقى فاهم اصول الصناعه. يعني انا حرام عليا ان انا اعمل جبس ويقع عليا دماغي وانا نايم، حرام عليا لما اعمل جبسون بورد واحط خطوات ومراحل كتير قوي وادفع فلوس وفي الاخر ما الاقيش النتيجه اللي انا عايزها. دي مشكله ايه؟ مش مشكله ان انت استرخصت بقى، دي مشكله اختيارك الخطا. اختيارك الخطا ده بيؤدي معاك لحاجات كتير قوي بتقع فيها، تربات بتقع فيها. عدم الدرايه الكافيه، عدم التوعيه، وامانه وضمير. زي ما في فيديوهات كتير قوي نزلناها، الامانه والضمير في الجبسون بورد. يعني الراجل هنا كان شغال على مزايا الليزر وشغال بوزن وشغال بسعر مرتاح وشغال بحاجات كتير قوي، بس المشكله عدم درايه صاحب الشرح، او الاختيار كان اختيار خاطئ لشخص ما فابتدى النتيجه تظهر بالنتائج دي كلها. طب انت تحافظ على ده ازاي؟ انت كعميل، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ اقعد مع المهندس اللي بيشطب لك، اقعد مع الصنايعي اللي بيشطب لك، شوف نماذج ليه، اطمن وافهم منه، هو فاهم نقشه وحاوله، عنده المصطلحات، عنده النسب، عنده الكلام ده كله، طلع له العيوب اللي عندك. او لخص دماغك، اديله حاجه لحته معينه، كوره في ايديه لمهندس شاطر لحد ما يكون شاطر يبقى مسؤول عنك في الكلام ده كله. غير كده لو اعتمدت على الصنايعيه فقط، مش بقول ان الصناعيه وحشه، بس وارد ان تلاقي منها يفهم، يعني يضحك عليك بعدم الدرايه، يضحك عليك بعدم معرفتك للامور. انا راجل ما بفهمش في الميكانيكا، لما باجي اعمل ميكانيكا يضطر اروح لحد واثق فيه او لحد انا هيعمل لي حاجه انا مطمن له. غير كده ما بروحش لحد انا مش عارف وادور اول الشارع وتعطل مني. انا من نظريه ان ادي الحق، يعني ادي العيش لخبازه. فعشان ما تقعش في الحاجات دي كلها، دي كانت حبه تريكات، وهتشوفوا بقى الاسس وطرق التصميم والتنفيذ ازاي والمراحل الثانيه في الشقه دي زي ما شفتوها معانا يعني فيديوهات كتير قوي. وكل ده بدعمكم لينا، كل ده من ناس احنا من دعم القناه لينا ومن دعم الفيديوهات لينا. فانت لو انت عاجبك الفيديوهات ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشترك معانا على القناه، تفعل زر الجرس. كان معاكم مهندس ديكور محمد طيب، السلام عليكم.